قلبي اهتز لما عرفت أنه أهل النار بعد عذاب طويل جدا 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 ما بنعرف كم مدته يطلبون 4 أمنيات لا تتحقق لهم. القرآن الكريم صورهم في 4 مشاهد. الأمنية الأولى قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. عم يترجوا رب العالمين أنه يطلعهم منها ويرجعهم للحياة الدنيا وأنه ما عاد يظلموا نفسه مرة تانية. فبيرد عليهم رب العالمين قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا والله موقف مخيف. يعني نحن هون بالدنيا لما نتعرض لعذاب أو لظلم معين بضل في عندك أمل أنه يا رب أنه الله شايفني، الله ممكن يكافيني، الله ممكن يجازيني. لكن فوق الوضع مختلف. الله اللي زعلان منك، الله اللي غضبان عليك. الله عم يقول لك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فبيطلبوا الأمنية الثانية بعد ما يئسوا من روح الله وعرفوا أنه ما عاد لهم خروج منها. بيطلبوا الأمنية الثانية من مالك خازن النار. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. عم يقولوا لمالك أنه تشفع لنا عند رب العالمين بس يموتنا. تخيل، عم يطلبوا الموت ليرتاحوا من العذاب. وبالتفاسير يقال أنه مالك ما بيرد عليهم فورا بلحظة سؤالهم، قال بيتركهم 1000 عام بعدين بيرد عليهم قال إنكم ماكثون خالدين فيها للأبد. قسما بالله أنا قاعد عم فكر بهالمواقف ال4 شيء مخيف. يعني الواحد عم تلتدع إيده بفحمة أرجيلة ولا بسيجارة ولا بلدعة، عم يقعد 3 أيام 4 أيام موجوع. هدول عم يتمنوا الموت أنه يا مالك ليقضي علينا ربك بس ليرتاحوا من العذاب. وبيجيهم الرد قال إنكم ماكثون، ما في موت. فبيتوجهوا بالأمنية الثالثة لخزنة النار الملائكة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بس يوم واحد نستريح فيه. فبترد عليهم الملائكة قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ادعوا لحالكم، نحن لا نريد خلاصكم. حتى الملائكة رفضتهم. فبيجي الأمنية الرابعة اللي هي أبسط أمنية بيطلبوها من أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، بس عطونا مي. بيجاوبوهم أهل الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ليش؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قسما بالله أنا قاعد عم بقرأ هالمواقف ال4 شيء مخيف. يعني مستاهل الدنيا القصيرة إنه احنا ما نلتزم فيها لنتعذب كل هذا العذاب؟ مو مطلوب منك لا 1000 ركعة ولا 1000 سجدة ولا 1000 ذكر. مطلوب منك تعيش حياتك وتنبسط وتروح عن نفسك مثلك مثل أي إنسان عادي، بس فيما يرضي الله. لا تغضب الله. لا تقول لي ما بعرف، الحلال بين والحرام بين، بس لا تعصي الله. لأنه الله إذا غضب أو زعل ترى ما في فك بالموضوع. فالله يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار.